السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة من أغرب القصص، وهي هذه القصة وقعت في زمن ما، وهي قصة واقعية. غتبان لكم بأن هي مفبركة أو مش واقعية، ولكن هي واقعية. وقعت في واحد الزمان اللي الإنسان كان فيه النية، يعني الإنسان هذاك الشيء اللي عنده يقدروا يقسموا مع خوه الإنسان واحد القلب اللي هو مزيان. واحد السيد عنده واحد جوج نعجات. هاد جوج نعجات كان تيسرحهم وعزازات عليه وتياكل منهم وتيتصدق منهم. واحد النهار جاء واحد صاحبه ما بحالوش، ضاقت به الدنيا، ضاق به الحال والمعيشه، وقال لي ودي بغيت واحد النعجه اذا كان ممكن تعطيها ليا، بلا ما يشاور السيد راسو ولا يشاور عائلته ولا يشاور. قال لهم مرحبا، خذ لك وحده وخلي لي وحده. مشى الحال هو يموت مول النعجه اللي عطى النعجه. مات سيدي نيا، طاح في واحد البير. ملي طاح في ذاك البير قلبوا الناس ما لقاوش. صافي مشات الامور كيف مشات. واحد النهار ولدو ولا كبر ولا لاباس عليه ولا مسك عليه الله في الدنيا. تلقى به واحد السيد وتيتعاير معاه، وقال له هذاك السيد واسير، كنت فيك النية وفيك الرجولة، ولا مشيتي قلبتي على باك وجبتيه من البير خليتيه في البير. ناض هذا الولد بواحد الحماس بواحد الجرأة وقال والله العظيم تنمشي نقلب على با في هذا البير نجيبو كيف ما كان. مشى كرا هذيك المعدات باش هذيك الحفارة جابها ومشاو تيحفروا في البير. حفر يا ما تحفر واذا بهم تيسمعوا الصوت ديال باه، الصوت ديال راجل تيغوت تيقول لهم عندكم تقيسوني. سبحان الله، شويه لقاوه وجبدوه حي كيف ما كان. سبحان الله، 15 سنه هو بقى في البير. سبحان الله، ما قاسوا حتى حاجه. ومشات الامور. عاش الراجل مع وليداته كما تعيشوا جميع الناس. واحد النهار جلس مع واحد صاحبه اللي تيثق فيه مزيان. قال ليه بغيت نسولك، ملي تحتي في البير كيف كنتي تتنعسي، اش كنتي تاكلي، كيفاش بقيتي حي؟ سبحان الله. قال ليه انا سبحان الله كنت نعس، كان تجيني واحد النعجه وتنشرب الحليب ديالها حتى تنقنع وتديني النعاس، وما تنعرفش امتى فقت، واش 3 ايام واش 4 ايام واش 10 ايام واش عام، والله اعلم. المهم هذيك النعجه سبحان الله اللي كنتصدق بها تجيه حتى يشبع منها. قال لي كنت عايش بحال كنت عايش معكم هنايا. سبحان الله، يعني كما تيقولوا الصدقه راه تزيد في العمر وتزيد في البركه وتزيد في كل شيء. هذه هي القصه ديال اليوم كما حكوها لنا الناس بان حقيقيه 100%.